لهذا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، شوفوا الناس اللي كترقب مولانا، كان عمر يتجول بالليل ويسمع امرأة عجوز تقول لابنتها: يا بنيتي أخلط اللبن بالماء. خلط اللبن بالماء، كانت تبيع اللبن، هذه بائعة اللبن، وكانت باغيه تخلط الماء باللبن تغش الناس. كانت تغش سبحان الله العظيم. فقالت البنت الصغيرة المؤمنة اللي تخاف من ربي المراقبة لله، قالت: يا جداتي، مشي أمير المؤمنين منعنا أن نخلط اللبن بالماء، راهو عمر صدر قرار وصدر أمر ممنوع نخلط اللبن بالماء، هذا غش. فقالت: يا بنيتي أخلطي. وين غادي يشوفنا عمر؟ عمر وين غادي يشوفنا؟ خلطي اللبن بالماء. فقالت المراقبة لله: يا أماه، يا جدتي، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. عمر نراوغوه، عمر نكوروه كما رانا نقول احنا. كورته، والله غير ربي يكورك في جهنم يوم القيامة. والله شوف هذه اللغة، هذه المصطلحات اللي اليوم الناس ظنتها قفازة وشطارة، سبحان الله، كورته، ديتها على راسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. من خدعنا بالله خدعنا له، من خدعنا بالله خدعنا له. معليش، خدعتني وكورتني ودتني على راسي. هذه المصطلحات نتاع الناس اليوم اللي ظانة بأنها راهي قافزة وراهي تدير في حاجة زينة. يوم القيامة ستسأل أمام الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تغفل عنها، لكن لا يغفل ربي عز وجل عنها. إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. يا أماه، يسمعها عمر، هذا البنت الصغيرة هذه، سبحان الله. اليوم تسيبوا بعبايته ولحيته. هناك من يجعل هذه اللحية من أجل باش يخدع المخلوقات. حتى اليوم يقول لك أنا أصحاب اللحي ما نأمنهمش. خلطوها قاعد تشوف، يقول أصحاب اللحي والله ما نثق فيهم. لا، أصحاب اللحي فيهم الأصفياء الأنقياء الفضلاء، ما نعموش. لكن رسالة لهؤلاء اللي تقمصوا قميص الإسلام ولبسوا عباءة الإسلام باش يخدعوا مخلوقات، باش يخدعوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا لا نقبله ولا يقبله الله عز وجل. يدير لحية وعباية باش الناس تثيق فيه، خاصة احنا الجزائريين اللي جينا بالعباية والدين نعطوه دمنا. لكن الناس تفعل هذه الأفاعيل، فنسأل الله عز وجل مع احترامي. لا، أنا مش نقول تهجم على أصحاب اللحية والعباية، لا، كاين ناس أولياء الله يخافوا ربي. راني نقول على الناس الفاسدة، الناس اللي راهي تلعب بالدين، الناس اللي باسم الدين راهي تخدع، باسم الدين تسرق، باسم الدين دي في آمنة المخلوقات. هذا الذي يزعجنا، هذا الذي يقلقنا، هذا اللي نتكلم عنه. أما الناس اللي يخافوا ربي، لا، ما شاء ربي يوفقهم ويبارك فيهم ويكثر من أمثالهم. إذن فالإنسان أحباب رسول الله من أراد أن يجرب إيمانه، بغي تجرب الإيمان تاعك، بغي تحط الإيمان تاعك في الميزان لما تكون وحدك. لما تكون وحدك والناس ما تشوفش فيك، شوف روحك انت كي داير. قدام الناس قاع مريقلين، قدام الناس قاع مبانو ملاح. حتى في الصلاة تولي تخشع لما تكون قدام الناس ولا في مسجد ولا كذا. لكن وحدك لما تغلق على روحك الأبواب، كيف حالك مع الله؟ لما تتهيأ لك كل أجواء المعصية، كيف حالك مع الله؟ يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وش قالها المراقب لله؟ ماذا قال لها عليه السلام؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. مراقبة، هذه المراقبة أحباب. فالإنسان إذا شاف روحه يراقب المولى جل في علاه فأبشر، عليك أن تواصل وأن تدعو الله أن يديم عليك هذه العافية وهذه النعمة تاع العبادة. إذن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. جرب إيمانك وأنت لوحدك، جرب إيمانك وأنت وحدك ثم تشوف روحك. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون كل هذه القصة، لكن نذكروا أرواحنا. راك شو الدنيا تلعب بينا، نسمعوا الجمعة نتخشعوا ونبكوا ونتزعزعوا ونزلزلوا، احنا نخرجوا من الباب نعود إلى أحوال سبع جل يلطف. فابن عمر يمر على راعي يرعى الغنم، شاف واحد يرعى الغنم، ذهب إليه ابن عمر وكان في سفر. قال أيها الراعي بعني شاة، بعني خروف.
قال ليست لي، ماش رزقي، ماش ملكي، أنا راعي وأنا عبد مملوك عند سيدي ورب كلفني نرعى الغنم. فقال عمر بعني، وإذا سحساك قل له أكلها الذئب وين غادي يشوفك. فقال هذا الراعي، هذا العبد المملوك، إذا قلت له أكلها الذئب فأين الله؟ أين الله؟ ابن عمر تتزلزل الأرض من تحت قدمه. بدأ ابن عمر يهضر وحده يقول أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ فكره بربي سبحانه عز وجل.